يقول مودريتش بعد المقابله الاولى ضد المغرب، وتعثرنا ولم ننتصر في تلك المقابله، كان فضيحه في كرواتيا. قالوا لنا ايش ماشيين تعملوا في المونديال؟ انتم المغرب اضعف فريق في المجموعه، ما قدرتوش تفوزوا عليه، روحوا. قال هاول التاريخ وراكم المغرب وين وصل. المغرب راهو صعيب اللعب معاه، اعطيك العباره باش نكون معناها بالضبط. قال المغرب ان جو كومبليكي، صعيب تلعب معاه المغرب، ما تنجموش. هذه الملاحظه الاولى على الارقام. الملاحظه الثانيه، المغرب لاول مره، ان شاء الله ماهيش لاخر مره، ولكن لاول مره تنجم تكون صايبه. المغرب اللي عملوا معانا في كاس العالم هذه راهو غير عادي، عملوا معانا كعرب كمتابعين. رانا كؤوس العالم يعبدوا، كؤوس العالم كنا نتفرجوا فيها ونشاهدوها كمتفرجين. بلداننا تجي تعمل دوره تلعب 3 مقابلات مش تروح، ومن بعد نوليو في كل عائله في كل حومه انت برازيلي انت فرنساوي انت المره هذه لا، تغيرت. ما عادش نتابعوا كاس العالم كمتفرجين، ولينا كفاعلين، ولينا كمتحمسين، ولينا كطرف. راهو اللي عملوا معانا المغرب راهو اعطاه نكهه اخرى لكاس العالم. الحكايه اللي نحن ما عادش نتفرجوا فيها بنفس الطريقه، ما عادش نتفرج فيها باش نعمل كاس شاي وكاس قهوه انا نتفرج اللي يربح صح عليه، لا. حكم مكسيكي، انا نذكر المكسيك عملت لنا مسلسل في تونس يرعد اسمه انا او لا احد، المغرب او لا احد. هكا ولينا نتفرجوا، تقول له تو هكا ولينا نتفرجوا بفضل المغرب. راهو مش عادي، راهو هذا مش انجاز، هذا اعجاز. راهو اللي عملوا المغرب خلانا ما عادش مجرد متفرجين على كاس العالم وانما مساهمين.